صباح الخير، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم تحلية سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص، غير انها منعشة جدا في جو الصيف الحار. غير ان الميكس المكونات دي مع بعض عطي طعم حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده هي فيها فراولة. ان الفراولة اللي انا استخدمتها هنا في الوصفة كانت فروزن، لان طبعا السيزون اللي احنا فيه ده ما فيهوش فريش. بس احنا ممكن نستخدم نفس الطريقة باي نوع فاكهة متوفر عندنا. اول خطوه هضيف الفراوله في القالب اللي عندي. انا استخدمت هنا قالب الكيك، ممكن نضيف في اي قالب بايركس او اي نوع. الاسهل كمان من قصه القالب دي، بس انا حبيت كنت عايزه اخلص نفسي بقى في حاجه واحده وخلاص يعني. ان احنا ممكن نعملها في كاسات على التقديم جاهزه، يعني نعمل الخطوات دي كلها بس تبقى في كاسات منفصله. هتبقى احسن وهيبقى شكلها احلى في التقديم. معايا هنا ظرفين من الجيلي، اضفت عليهم كوبايتين من المية السخنة وقلبتهم كويس جدا. بعد كده بضيف عليهم كوباية من المية الباردة وهقلبهم، وبعد كده هنبدأ نضيفهم شوية شوية على الفراولة. ممكن مكان الفراولة نستخدم المانجا ونضيف عليها جيلي مانجا ونعمل نفس الخطوات، هتبقى طعمها برضو حلو قوي. الطبقة التانية اللي عندي هي البسكوت، هجيب اي نوع بسكوت سادة وابدأ اضيفه على الفراولة والجيلي. وممكن كمان نضيف الفراولة والبسكوت وبعد كده نضيف عليهم الجيلي. بس انا حبيت يبقى الشكل كده منظم افضل يعني. وكمية البسكوت اختيارية من باكوين لتلاتة حسب ما احنا حابين. هدخل القالب الفريزر واجهز الطبقة التالتة. معايا هنا كيلو من الحليب، هحتاج كمان ظرفين من الكريم كراميل. ويفضل طبعا الحليب اللي احنا بنستخدمه ان يكون كامل الدسم عشان يدي طعم جميل. زي ما انتم شايفين كده الوش بتاعه حلو قوي، فهيدي طعم غني للكريم كراميل. هدوب ظرفين الكريم كراميل على البارد وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما يدوب خالص ويغلي. هخرج قالب الجيلي من الفريزر وهستنى شوية لحد ما الكريم كراميل يهدى خالص، وبعد كده هبدأ اضيفه عليه شوية شوية. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان احنا مش هينفع نضيف الكريم كراميل وهو سخن وبيغلي، لان طبعا هيخلي طبقة الجيلي دي تفك وهيختلطوا مع بعض ويمتزجوا. واحنا طبعا عايزين كل طبقة تبقى منفصلة عن التانية. هنخلص باقي الكمية وندخله الفريزر، ودي النتيجة بعد الفريزر. يفضل ان احنا نسيبه ليلة كاملة في الفريزر او اقل حاجة 4 ساعات. هبدأ اقلب القالب في الطبق عشان اجهزه للتقديم. انا كان عندي مشكلة بسبب ان الكهرباء طبعا زي ما عندنا كلنا كل شوية بتقطع، فللأسف بعد ما تماسك فك تاني بسبب قطع الكهرباء. عشان كده يفضل ان احنا نعمله من بالليل للصبح، هيدينا نتيجة افضل. بس انا عايزه اقول لكم بقى، بصوا كان طعمه حلو قوي، شايفين جميل قد ايه. عاوزه اقول لكم ان ميكس الكريم كراميل مع جيلي الفراوله والفراوله عاطين طعم خطير مع بعض. بجد وصفه يعني سهله ولذيذه قوي، للولاد هينبسطوا بيها قوي. وممكن نستخدم مكان الفراولة عنب ونضيف عليه جيلي أناناس أو قطع مانجا ونضيف جيلي مانجا. وممكن نعمل ميكس من الفواكه ونضيف عليها أي نوع جيلي احنا بنحبه. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام، دمتم بصحة وهنا.